اخذ الحلال رجع صاحبه ولا لا؟ صح جاهز. طيب كيف حالك يا اخي؟ شو اسمك انت؟ الوان. الوان من؟ الوان محمد والله. انت اللي حولت بسطات على حساب احمد محمد شعبان مع البنك. والدي من السعوديه تواصل معي يا اخي. هذا التليفون هاك من؟ انا صديق. هذا اللي ضيعه؟ فين ضيعه؟ هنا بالصواب موجودة. انا حصلته في باقي. ايوه. هذا التليفون حصلته في باقي. فتحت الواتساب، فتحت البيانات، اجي ما بدون رمز. يعني فتحت توصل لي رقم من السعوديه اسمه محمد راجح مدري علي راجح اسمه. هذا راجح. ايوه خالد الراجحي. يعني قال لي التليفون هذا ضايع، قلنا له يا اخي شيل رجعه يا صاحبي نبري ذمتنا. يعني قلت لي انتوا الذي اضفت الفلوس لحسابي، انا ما قلت انا محتاج الفلوس، بس المشكله معانا خداعين هناك، معانا ناس سرق يجوا يسرقوا على التليفونات على الناس ويجوا يبيعوا لهم بالحرام. ليه؟ واحنا ما ندوش وكل حرام. هذه ورقه شاهدوا يا شباب، هذه ورقه اللي تثبت. واحنا والله ما كنا مسم ذاك، ما كنا محتاجين للفلوس حقه، نشتي بس نرجع التليفون لصاحبه. لكن في سوق السرق بعضهم يجوا يخدعون ويبيعوا التليفونات مسروقات. بالرغم من هذه انا اشبهها للمن لاصحاب البسطات الذي يفرشوا في باب اليمن في ذاك، لا يكونوا يجوا ياخذوا تليفون مسروق الا بصوره بطاقه شخصيه. فهذه نصيحه لكم، واحنا ما ندورش مشاكل لا مع فلان مع فلان. التليفون نرجع لصاحبه وقيمته حوالي 120,000 واحنا ما نشتي نتحمل حق الناس. وجزاه الله خير قدام الداء، وانا برغم اني خاسر فوق المبلغ 5,000 ريال، لكن الان ابوها انا اخذكم من واحد سرق من الحرايق، بالرغم من تقول التليفون عرضه والان رجعوا صاحبه. هذا صاحبه. اي خدمه تلاقى صاحبي هذا انا ببرك بذمتي بكم. واي خدمه دائما احنا موجوده عندك. معك ابو شامخ الشاعر، ابو شامخ البرعين، ادخل على صفحتي تحصل لك مقطع الفيديو.